صباح الخير، عاملين ايه يا جماعه؟ لسه كنت صاحيه وعملت نسكافيه، خلصته خلاص. وبعدين تعالوا بقى احكي لكم ايه اللي حصل. انا كنت عامله اسك عادي على انستجرام، المهم فلقيت جاي لي سؤال عن الاء انت استلمتي التكليف بتاعك فين؟ فطلعت وقلت ان انا ما استلمتش التكليف بتاعي، لا انا تنازلت عنه. انا لقيت بوم في الاسئله، ليه الاء تنازلتي عنه؟ وناس بقى بدات معايا conversations وبتتكلم معايا عن التكليف. المهم طلعت تقريبا لاول مره على انستجرام اتكلمت باستفاضه وبعرض رايي وبعرض الادفانتجز والديس ادفانتجز بالنسبه لي بتاعت التكليف. انا مؤمنه جدا ان الحياه كلها قرارات ومفيش قرار صح وغلط، في ان الواحد بيحسب قراراته بالشكل اللي هو عايزه وبيحسبها. انا دايما عامه اي قرار باخده بحسب الادفانتجز والمميزات والديس ادفانتجز العيوب، وفي الاخر الموضوع زي ميزان وبالانس كده، وفي حاجه بتطغى او بتطغي على حاجه. ففي الاخر انا اخدت قرار ان انا تنازلت عن التكليف. هطلع اتكلم معاكم في الفيديو ده عن الحاجات اللي اتكلمت فيها على انستجرام، فياريت تروحوا تعملوا لي هناك فولو. كده كده انا برضو قررت حاجه، انا ان شاء الله هنزل كل اول شهر فيديو على اليوتيوب. قدرت اكتر من كده باذن الله هعمل كده، لو ما قدرتش هيبقى هو اتليست في فيديو واحد في شهر عشان ما اقطعش الموضوع خالص. وفي نفس الوقت اليوتيوب بالنسبه لي هو مكان الدردشه. المهم تعالوا بقى نبدا. انا شخص عامه سيستماتيك جدا، ودايما لما بحسب الحاجه بجيب ورقه وقلم وبجد بكتب. فانا هقول لكم دلوقتي الموضوع باستفاضه برغي طويل جدا، وده لا ينطبق بس على تكليف طب الاسنان، ده ينطبق عامه على الشغل في الحكومه. لو انتوا لسه في السنين الاولى من الجامعه ومش عارفين ايه هو التكليف ده باختصار هو ان انتوا تتعينوا في الحكومه، يعني ان انتوا تكونوا موظفين حكومه. والتكليف ده بيكون المسمى لاول سنتين بالنسبه لي في طب اسنان للتعيين في الحكومه، ليهم بس مجرد شويه رولز مختلفه، وبعد السنتين الاولانيين اللي هو بعد ما بخلص سنتين التكليف ببقى متعينه في الحكومه. عايزه اقول لكم ان انا لما دورت وبعد ريسيرش طويل جدا، الحكومه بالنسبه لي هي كان فيها ميزه واحده بس، اللي هي الاستقرار او الامان الوظيفي. ايه هو الامان الوظيفي؟ اول حاجه انا عندي مرتب دخل ثابت بيدخل لي كل شهر. هل الدخل الثابت ده كافي او مش كافي ملهوش علاقه عامه، عشان برضو لمعلوماتكم مرتب الحكومه بيتراوح بالنسبه لي كدكتوره اسنان في سنتين التكليف من 4000 لل 5000 جنيه، ففي دخل ثابت داخل لي. بلس كمان بقى ليتر اون اللي هو بعد لما الواحد يخلص في المعاش، في حاجه اسمها برضو الاجازات، اللي هو النهارده انا مثلا عايزه اخد اجازه بدون مرتب وامشي. عندي اجازه بقى اللي هو لما ربنا يريد والواحده بتتجوز بتخلف، في بقى اجازه لو انتي عشان خلفتي مش عارفه كام شهر، وفي اجازات. الموضوع فيه محدش يقدر ينكره ان دي اكبر ميزه في الوظيفه الحكوميه، هو الامان الوظيفي ده. في ناس بتشوف ان هي ميزه انا مش هشوف غيرها، وانا بالنسبه لي هي دي I will go for it، بدونا بقى عن اي حاجه او اي مشاكل تانية في الوظيفه. انا بالنسبه لي عايزه الامان الوظيفي. وخلي بالكم ان اهالينا كلهم، مش هقول كلهم يعني، بس 80 ل 90% من اهالينا بيشتغلوا في وظائف حكوميه، فهتلاقوا المجتمع حواليكوا دايما الامان الوظيفي. لما الكورونا جت انا فضلت اخد مرتبي وانا قاعد في البيت، لما حصل الثوره فضلنا ناخد مرتباتنا، لما حصل اي مشكله بتحصل انتوا المؤسسات الخاصه البرايفت سيكتور بيقوموا يمشوكوا على طول وهم ما لهمش دعوه بحاجه، ولكن الحكومه بيفضلوا يديكوا المرتب بتاعك. طبعا دي ميزه كبيره جدا، ولكن عشان بس نتكلم دلوقتي عن العيوب، فهي دي الميزه the only one اللي موجوده في المؤسسات الحكوميه. تعالوا بقى نتكلم عن الديس ادفانتجز بتاعت اللي كانت بالنسبه لي. اول حاجه واهم حاجه هو ان انا المفروض ان انا دلوقتي كنت ناويه ان انا زي ما قلت لكم ابدا ماجستير. فان انا ابدا ماجستير كانت هتتطلب مني ان انا مش هبدا الماجستير النهارده، ولكن هبدا الماجستير كمان سنتين بتوع التكليف، او اتليست بعد ما اخلص اول سنه من التكليف. هتقولوا لي لا او مش لا يا جماعه، ده بعد ريسيرش طويل جدا. مفيش جهه عمل هتديني تفرغ او هتديني ابروفل من جهه العمل بتاعتي ان انا اروح ابدا الماجستير بتاعي في اول سنه تكليف. ولو فكرنا فيها هي doesn't make sense. انا بالنسبه لهم واحده لسه جديده رايحه لسه بستلم وظيفه جديده بتاعتي، بعدين بقول لها لا معلش بصي انا مش عايزه اجي ايام ايه وايام ايه، وانا محتاجه شويه تفرغ عشان محتاجه اروح ابدا الماجستير بتاعي. مش بيحصل ومش بيدونا تفرغ، فعلى الاقل انا كنت هضطر ان انا اجل الماجستير بتاعي سنتين. هتقولوا لي طب الاء ايه المشكله؟ ما تاجليه، العمر لسه قدامك كتير، انت لسه عيله صغيره، اجلي الماجستير والماجستير مش هيطير ومش هيروح في حته، وتبقي كسبتي اللي زي ما بيقولوا best of both worlds حقيقي. ولكن انا بالنسبه لي ما كانش عندي المقدره الماديه ان انا ابدا الماجستير
كمان سنتين for so many reasons مش حابه ان انا اتطرق ليها. ولكن انا بالنسبه لي النهارده اللي هعمله ب 100 جنيه السنه الجايه هعمله ب 1000 جنيه، السنه اللي بعدها هعمله ممكن ب 10000 جنيه، وكلنا شايفين الظروف اللي احنا بنمر بيها. فانا كان بالنسبه لي انا محتاجه اعمل الماجستير دلوقتي، عشان سنه لو استنيت سنه انا ماديا مش هقدر. السنه يا جماعه مكلفه جدا في حته الماجستير، فانا بالنسبه لي مش هقدر، حاجه خارجه عن ارادتي. ولكن ماديا ما كنتش هعرف ان انا اعمل الماجستير بتاعي غير في الفتره دي، فده كان بالنسبه لي اهم واكبر حته. فهل انا كان عندي ان انا الاستعداد ان انا اتنازل عن الماجستير بتاعي يعتبر for good؟ بصراحه الموضوع كان هيبقى بالنسبه لي صعب قوي، خصوصا ان التخصص اللي انا مختاراه هو تخصص اغلى من بقيه التخصصات، ولما يجي وقت الماجستير هنبقى نتكلم في الموضوع مع بعض. تاني disadvantage، بصوا انا عندي حاجه I'm so proud of it ان انا توصلت لها بصراحه، بس انا I know myself so well. انا بجد عارفه نفسي يا جماعه كويس جدا جدا جدا. فانا عارفه ان انا باخد قرارات الناس بترجع تقول لي ايه اللي انت عملتيه ده، بس انا عارفه نفسي وعارفه ان انا مثلا 5 سنين دلوقتي انا مش هبقى مبسوطه عن الوضع ده، فبالتالي انا بكسر الموضوع من الاول ومش ببداه اصلا. في two different types of people، في الكايند اللي هو بيدوسوا في كل حاجه وهنشوف يا هنكمل يا مش هنكمل وهنكتشف الدنيا وهفهم نفسي، وحتى لو ما كنتش قادر ان انا اكمل بدوس على نفسي وبعمل. دي نوعيه ناس وبحترمهم جدا. وفي نوعيه ناس اللي هو انا بجد عارفه ان انا مثلا مش هقدر ان انا اشتغل 5 شغلانات في اليوم، فانا مش هشتغل 5 شغلانات في اليوم وهكتفي بشغلانه واحده بس خلال يومي، عشان انا عارفه ان كمان شهر انا مش هبقى راضيه عن ده. وبالعكس هقوم احط نفسي بقى في موقف وحش ان انا اعتذر لده، سوري انا مش هقدر اجي الشغل، سوري انا اصلا حصل لي ظروف، وابقى مش قد كلمتي من الاخر مع بقيه ال4 شغلانات التانيين. انا عارفه نفسي كويس قوي، وعارفه ان انا لو اديتوني مكان من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهر this is it for me. فاحنا بنتكلم تقريبا في 6 ساعات في اليوم انا قاعده بشتغل في مؤسسه حكوميه. بعدها في ناس بتعمل ده وكتير، بعدها انا مش هعرف تقولوا لي اطلعي على عياده خاصه من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 11 12 بالليل. ليه؟ اول حاجه انا طول عمري، ودي حاجه اللي عارفيني على يوتيوب ومتابعيني من زمان عارفين ان انا دايما بتكلم فيها، الحياه بالنسبه لي مش مجرد شغل بس. هتقولوا لي متدلعه، هتقولوا لي بتستعبطي، I don't care، بس انا طول عمري I have the work life balance بشكل مش طبيعي. وانا في الجامعه اللي هو كل الناس كانت في اسنان بتكره نفسها وكاره حياتها وما عندهاش وقت تعمل اي حاجه، I had the university life balance. فانا حاليا في الشغل برضو انا هعمل وقت لعيلتي والاهلي ان انا اقعد معاهم، هعمل وقت للحاجه اللي انا بحبها which is creating content اللي هو اليوتيوب والانستجرام والتيك توك، هعمل وقت لاصحابي ان انا اخرج معاهم، وهعمل وقت ان انا اتمرن. فانا ما تقولوليش ان انا انزلي من الساعه 8 للساعه 2 في شغل في حكومه، وبعد كده ابداي من الساعه 3 ولا الساعه 4 لحد الساعه 10 11 بالليل في عياده خاصه and so on كل يوم 5 ايام في الاسبوع. عيشي بقى، شوفي بقى نفسك او ذاكري او ايا كان او اعملي اللي انت عايزاه جمعه وسبت. انا مش شايفه ان دي حياه، انا مش شايفه ان اتس يعني حاجه انسانيه خالص ان انا اقعد اشتغل 12 ساعه في اليوم واكتر. دي حاجه انا ما اقدرش عليها، انتوا ممكن تقدروا عليها بس انا كآلاء ما اقدرش عليها. عشان لا، انا عايزه اشتغل وعايزه اخرج وعايزه اتمرن وعايزه اقعد مع اهلي في حاجات كتير قوي، وعايزه اكريت كونتنت ممكن في يوم من الايام يكون برضو بارت تايم جوب او بكسب منه فلوس، you will never know. بس انا بتكلم ان دي كلها حاجات انا حابه ان انا اعملها، مش حابه ان انا تقولوا لي انزلي من 8 الصبح وارجعي 11 12 بالليل. هتقولوا لي طيب ما انت لو انت اشتغلتي في حكومه اكتفي بالحكومه، انزلي من بص انا عارفه كل الاسئله وعشان جات لي على انستجرام وعلى تيك توك فانا برد عليها كلها بقى هنا. هتقولوا لي دلوقتي انت من 8 عندك من 8 ل 2 وخلاص كده حلو قوي enough for that. انا برضو مش حابه اعمل كده يا جماعه. انا شايفه ان الشغل في الحكومه ان انا اكتفي بيه بس it won't make me a successful person، ومش هتعمل لي اسم، وغصبا عني مش هطور من نفسي فيه، هقف في ليفل معين مش هعلى عنه، وهفضل في الليفل ده مهما وصلت. عمري ما هوصل زي اللي بيشتغل في البرايفت سيكتور، مش هيكون ليا البوزيشن بتاعي ولا هيكون عندي التقل بتاعي كدكتوره. هكون دكتوره موظفه حكومه بعرف اعمل حاجات معينه مش بعلى عنها. انا مش شايفه ان انا كنت هقدر ان انا اكتفي بالشغل في الحكومه فقط، برضو this is not me، وده مش انا، ودي مش الحاجه اللي انا بطمح ليها، ولا هو ده المكان اللي انا بتمنى ولا بشوف نفسي فيه. هتقولوا لي ما استلمتيش ليه؟ اللي هو اقدم في التكليف عادي، هيجي لي المكان بتاعي في التكليف وبعد كده استقيلي او خدي اجازه بدون مرتب. انا
ما بحبش وجع الدماغ، ما بحبش كتر المشاوير. اي حاجه انا هعرف ان انا اتجنب فيها وجع البال والزن الكتير انا هعمل كده. انا بجد بختار ماي منتل هيلث فوق اي حاجه تانية، عشان شايفه ان هي دي اللي شايلاني وهي دي اللي مخليه الشخص اللي انتم شايفين قدامكم دلوقتي. فاي حاجه انا هعرف ان انا اتجنب ان انا مشاكل ووجع دماغ انا هعمل كده. يعني في دفعتي كان هيجي لي حاجه من الاثنين، يا اما هيجي لي القاهره 6 ايام او 5 ايام في الاسبوع، تاني حاجه كان هيجي لي حاجه ورا القاهره which is اسيوط، الفيوم، العريش، شمال سيناء، يوم يومين في الاسبوع. ايذر اور انا مش نافعني. قلت لكم اوبشن ان انا اشتغل 5 ايام في الاسبوع عشان بعدها اطلع على برايفت كلينيك، انا ده الموضوع ده ما كانش نافعني خالص. وتاني اوبشن بالنسبه لي انا مش هطلع بره القاهره برضو لظروف ما، انا مش حابه ان انا اعمل كده ومش مرحبه يعني بالفكره دي. فانا مش هعمل ده واقدم وانا عارفه ان يا اما هيجي لي القاهره يا اما هيجي لي بره القاهره، واقوم اروح بعدها لا سوري شكرا انا مش عايزه التكليف. هزود على نفسي بلاوي، هزود اولا على نفسي مشاوير برضو عشان اعمل اجازه بدون مرتب. انا المفروض اصلا اكون الاول اخدت يعني عملت عدد شهور معينه استلمت فيهم التكليف، وبعد كده اقوم اخد الاجازه بدون مرتب. فانا ما كنتش اصلا يعني ما كنتش اصلا هستلم ما كنتش هستلم اصلا. انا ليه اصلا احط نفسي في وجع الدماغ ده من الاول وابقى مش طايقه حياتي وابقى نازله مشاوير وانا كارهه الدنيا وكارهه ما فيها ومتعصبه ودايسه على اعصابي؟ كل ده ليه؟ برضو دي حاجه انا ما كنتش حابه ان انا احط نفسي فيها خالص. هنيجي بقى لحته مهمه جدا. هل يا الاء انت بتقبضي الفلوس اللي هي تغنيكي عن التكليف؟ عشان ده جالي كومنت ضايقني جدا بصراحه، قالت لي معرفش الناس بتجيب الثقه دي منين، بس قالت لي انت مش محتاجه، ما جبتيش سيره ان انت مش محتاجه اصلا الفلوس، فبالتالي عشان كده تنازلتي عن التكليف وعندك فاينانشال ستابيليتي. اول حاجه يا جماعه انا السنه دي هتم 27 سنه للي مش عارف، تمام؟ ف 27 سنه دي واحده المفروض ان هي عندها استقرار مادي جبار. انا بقبض مثلا حوالي 1000 جنيه. انا صريحه معاكم بجد، انا من العياده الخاصه باخد 1000 جنيه which is ولا حاجه بالنسبه لواحده عندها 27 سنه. المفروض ان ممكن في سني تكون واحده بتبدا ان هي حتى اتليست تجهز نفسها. فانا بجد ما بقبضش، انا بقبض ملاليم مش بتكفيني، مش بعمل بيها اي حاجه. لو انا في حد كان محتاج الفلوس او محتاج ال 4000 او ال 5000 جنيه، فما كانش في حد محتاج ال 4000 او ال 5000 جنيه دول اكتر مني، عشان انا في حاجات كتير قوي بكون عايزاها انا مش بعرف اشتريها. انا بقيت اللي هو يعني خلاص بقيت مقرفه بقى، اللي هو لا انا مش هاكل بره ومش هعمل معرفش ايه عشان انا مش معايا فلوس. انا بصوا صريحه، انا ما قلتش الكلام ده غير في حته على يوتيوب عشان انتوا عيلتي بزياده، بس انا فعلا محتاجه الفلوس I need money. ولكن زي ما قلت لكم بفكر في المستقبل، عارفه ان انا ان شاء الله طول ما انا بسعى وطول ما انا بعمل اللي عليا يا ربنا هينصرني وهيوصلني لحته في يوم من الايام. ممكن ما تبقاش النهارده، ممكن ما تبقاش كمان سنه، ممكن ما تبقاش كمان سنتين، بس كمان 5 سنين هشكر نفسي على اللي عملته في نفسي النهارده. طول ما انتوا بتبذلوا مجهود، وده بجد مسج لاي حد، طول ما انتوا بتبذلوا مجهود بتستخيروا ربنا وبتسعوا، النتيجه بقى دي في الاول وفي الاخر على ربنا. احنا ما فيش حاجه في ايدينا نعملها غير ان احنا بنعمل اللي علينا. في الاخر دي حته بتاعه ربنا تماما يحطكم فيها، والرزق ده بتاع ربنا هيجيب لكم فلوس. يعني انا مش بقول طبعا انا افضل قاعده في البيت مش بعمل حاجه وربنا هينزل عليا الفلوس، لا، بس انا بسعى. وفي الاخر ممكن يكون الرزق مش جاي لي من اسنان كويس at the moment، بس في يوم تاني من الايام هيجي لي رزق منين انا مش عارفه، بس انا واثقه من ده عشان انا ببذل مجهود وبسعى وبعمل اللي عليا وبتعب جدا وباخد كورسز، بعمل كل حاجه ممكن تتخيلوها. بس كده الفيديو طويل جدا، فانا عايزه اوقف بصراحه ستوب لحد هنا. عايزه اقول لكم بس في الاخر ان انا قرار ان انا هعمل على انستجرام كل يوم حد Sunday Talks، بطلع اتكلم في حاجه باستفاضه، سبيشالي لو هي حاجه مثلا مش هقول controversial بس فيها اراء مختلفه، وهطلع اقول فيها my personal opinion. كل الكلام اللي انا بتكلم فيه ده من رايي ومن خبرتي الشخصيه ومن واقع تجربتي الصغيره اللي قد كده. تابعوني على انستجرام عشان الموضوع ده حاسه بصراحه ان هو هيبقى انترستنج قوي. انا لما طلعت اتكلمت في الموضوع ده على انستجرام كان فيه هات وخد كتير كده. وبس كده، ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.